من بداية التكنولوجيا بشكل عام حتى قبل الإنترنت، والناس كانت بتحلل الأجهزة دي أيام ما كان الكمبيوتر قد الصالون. والنقطة هنا إن الكمبيوترات في بدايتها ما كانتش أكتر حاجة مسلية، ما كانتش مسلية على الإطلاق يعني. عشان كده النردات وقتها اللي كانوا بيقعدوا عليها أطول وقت حاولوا يطلعوا منها بأكبر استفادة ممكنة، فطلع لنا اختراعات عملت نقلة في الإنترنت. بس النقلة دي بدأ بعدها الانهيار اللي لسه مكمل لحد النهاردة. اهلا بيكم، انا عمر من كوكب الارض. رجعنا عودا احمده ولا معرفش بتقال. المهم احنا رجعنا يعني وعايزين نكمل الفيديوهات وكده يعني. عمرك سألت نفسك هل اللي عمل اليوتيوب اللي بتشوفني منه ده كان بيقعد على اليوتيوب وهو بيكتب الكود، ولا هو بيعمل جوجل، ولا كان بيفتح الريلز وهو رايح يشرب ميه؟ الموضوع ما بقاش كدب خلاص، الملل اساس النجاح على الاقل الفتره دي، لان زمان ما كانش فيه اقل انواع المشتتات اللي موجوده دلوقتي. لو هنتكلم عن النت بشكل خاص، عشان ما بحبش كلمه انترنت دي، بحس اني نيرد اكتر من نيرد. لو هنتكلم عن النت بشكل خاص فهو نجم المهرجان ده كله. مش هكلمك عن الاتنشن سبان لان دي حاجه واضحه زي الشمس، ولا ازاي تعمل دوبامين ديتوكس لاني مش بفهم في الحاجات دي. انا بس بحس ان الدوبامين ده انتي هيرو كده. كان من الاسباب الرئيسيه في كل الاختراعات اللي حوالينا كان بيحفزوا الناس انها تشتغل عشان يلاقوا محفز في دماغهم، يلاقوا مكافاه انهم عرفوا يحلوا المشكله دي. بس في نفس الوقت هو المشكله الرئيسيه اللي بنواجهها دلوقتي عشان نقدر نبتكر او نخترع حاجه. وحاجه على جنب كده، مفيش حاجه اسمها احنا اخترعنا كل حاجه. طول ما في مشاكل في احتياج، وطول ما في احتياج في اختراع. زي ان عشان ناس تانية تستمتع بالمحتوى ده، انزل اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه عشان يوصلك المحتوى الجديد. وخلينا نكمل. في حاجات اجتماعيه زي انك كل ما تبدا في حاجه تبقى عايز تخرج او تكلم صحابك او حاجه زي كده. بس الموضوع في النت كمان والسوشيال ميديا. وهتلاحظ ان استخدامك اتغير. من كام سنه كنت بتفضي نفسك كده وتجيب حاجه تشربها وتفتح اليوتيوب تتفرج على فيديو افريج 10 دقايق مثلا، ممكن اقل حاجه بسيطه، بس ده كان الطبيعي فيما فوق يعني. وكنت بتتضايق من المده اصلا وتكتب عايزينه اطول من كده. الفيديو والفكره انك كنت بتفضي نفسك وكان لسه قدامك وقت تكتشف فيه مهارات جديده على النت، او تلعب لعبه، او تشوف فيلم. بس دلوقتي السؤال اللي بمليون دولار زي ما بيقولوا، ليه تعمل كده وانت تقدر تشوف كاونتلس ريلز بشكل خيالي؟ فيديوهات 30 ثانيه فيما تحت، ممكن توصل لدقيقه. ايوه، بس حاليا دلوقتي بقى كل ما تقلل مده الفيديو كل ما يجيب ريتش اعلى. عشان ايوه، ده بديهيا هو الصح، ان انت لما بتقلل مده الفيديو الشخص اللي بيتفرج عليه الفيديو بتتحسب اسرع لان المده قلت. فاهمني؟ يعني لو عندك فيديو ساعه مثلا، قول فيديو هتتحسب مثلا بعد 10 دقائق، غير لما يكون عندك فيديو دقيقه الفيديو هتتحسب بعد 20 ثانيه، حاجه زي كده. عارف ان مش دي الالجوريثم ودي الطريقه اللي بتحسب بيها الفيوز، بس يعني بقول يعني هم يكون فهمت الفكره. في حاجه تانية برضو، انك ممكن تكون بتلعب لعبه وانت بتسمع فيديو يوتيوب. وانا قصدي تسمع في الباك جراوند، مش تسمع زي بسمع فيلم وسمعت المسلسل ده والكلام ده. الاستخدام هو السر هنا. لو عملت بالانس شويه تقدر ترجع تاني تستفاد من القوه الرهيبه بتاعه الانترنت. قلت انترنت وانا قلت عايز اقول نت. قشطه. انا برضو مش عايزك تفهم ان انا بتكلم عن الموضوع بشكل هادف قوي، اللي هي الفيديوهات الفيك دي الصراحه بالنسبه لي بتاعت زي تلوك ان تلغي المشتتات وما اعرفش ايه. قبل ما حد يهاجمني، هو ايوه الحاجات دي ملهاش لازمه يا جدعان. الحاجات دي ممكن تكون بتاثر فيك يوم يومين، بعدها حرفيا كل حاجه بتروح. لان لازم يكون عندك الموتيفيشن بشكل عام وحش، اللي اتكلمت عليه في الفيديو اللي فات مش هتكلم عليه تاني. المهم يعني ده مش قصدي من الفيديو، بس بتكلم على الظاهره دي. بقينا بنستخدم الانترنت بشكل غبي. بقيت ان انت شايف ان انت بتقعد وتفتح جوجل كروم او بريف او ايا كان متصفح، تقعد تقلب في تابس كتير. هتفتح هنا يوتيوب وتفتح التاب اللي بعدها الجيميل تبص عليه بشكل ملوش قدر لازمه. تفتح فيسبوك تقعد تسكرول هو نفس اللي بتعمله على الموبايل. لدرجه ان انا ساعات كنت بفتح فيسبوك وبعدها بلاقي نفسي على الموبايل فاتح كمان انستجرام او فيسبوك تاني برضو، وعمال اقلب مرتين. انت فهمت الفكره؟ بتقلب فيديو طويل على الكمبيوتر وبتقلب فيديو قصير على الموبايل. انت فاهم الفكره؟ زمان برضو لما النت مثلا ما كانش اقوى حاجه، كنت بتستنى اللعبه الجيجا اللي انت بتحملها، اللي بتحمل في 4 ساعات دي، وتقعد تلعب وتنغمس جدا في الحاجه. او كنت بتقعد تتعلم مهاره معينه، جرافيك ولا مونتاج ولا برمجه ولا ايا كان، تفني وقتك فيها لان مفيش حاجه تانية، مفيش حاجه تشتتك. لسه بتكتشف الانترنت، بتكتشف الكمبيوتر، بتكتشف الحاجات دي كلها. انما خلاص الموضوع دلوقتي بقى الطبيعي ان انت قاعد بتقلب في فيديوهات، الطبيعي ان انت بتشوف بوستات على الانستجرام، الواد ده بيكلم كام بنت فلازم ابقى زيه. وبرضه ممكن تكون بدل ما انت بتشوف فيلم معين انت فاتح عمال تشوف فيديوهات ملخصات. ليه الملخصات دي؟ اللي هي في وجهه نظري بصراحه يا جدعان، انا اسف مع احترام لاي حد بيعمل ملخصات، بس مالهاش اي 30 لازمه. غير كده هي وحشه
وحشه لانها يعني بص افهمك حاجه. الفيلم عباره عن سكريبت اتعمل له اخراج، دي كلمه فيلم. الفرق بين الفيلم والروايه ان الفيلم اتعمل له اخراج، نقلت الكلام اللي مكتوب في الورق على الشاشه. الكلام ده بيتم عن طريق مليون الف حاجه وكرو، فلوس دفعت وكاميرات وتصوير وحاجات كتير جدا. في افلام بتتكلف في مئات الملايين يعني. تيجي انت بعد كل ده هجيب قصه الفيلم كده اللي انا شفته او ما شفتوش، على فكره عادي، مش شرط اللي بيعملوا ملخصات دول يكونوا شافوا كل حاجه، لانهم بيعملوا كاونتلس موفيز. في ناس اللي بتشوف وبتكتب او كمان بيعرفوا القصه كده ويلخصوها، يقعد يتكلم ويقرا الكلام بشكل موجز بيختصر فيه كل حاجه. يعني كمان انت مش واخد القصه كامله، انت واخد قصه قصيره من غير الحوارات من غير الكلام. هو بس اكن في ثيرد بيرسون واقف من بعيد كده بيتفرج وبيقول لك بص والله الواد ده كان واقف مع الواد ده وبعدين راحوا وعملوا ما اعرفش ايه. بس هو ده حرفيا ملخص الافلام. ده احنا بنتكلم عن القصه بس، فكك بقى من ان هو ضيع عليك متعه الفيلم. دي اصلا فكرته. يعني ممكن تروح اقرا قصه قصيره اما نفس الفكره بالظبط، انما انت الفيلم فكرته ان هو الصوره، الفيديو، الفيجواليزيشن على الشاشه، التخيل اللي بيطلع من دماغ المخرج على الشاشه. هي دي الفكره يعني. المهم ما اعرفش ايه اللي ودانا في الحته دي. يعني ده مثال على بقينا بنستخدم المحتوى ده بشكل غلط اللي موجود على الانترنت او حتى غير الانترنت. يا جدعان احنا الناس دماغها بقت دماغها ساحت شويه، وعادي طبعا انا اولكم، بس الفكره عادي يعني. بس بحاول افضفض الموضوع ده معاكم عادي يعني. في الاخر هتقعد على الكمبيوتر تشتغل وبعدها يجي فيديو جوزي طلع بيكلم ابني الصغير في علم المحاسبه. كان معاكم عمر حمدي من كوكب الارض. يا رب الفيديو يكون عجبكم. بصوا يا جدعان، لو الفورمه بتاع الفيديو ده عجبكم انا هكمل فيه ونشوف كده الدنيا ماشيه على ايه لحد ما اعرف اظبط تصوير احسن من الفيديوهات اللي فاتت ككواليتي، لاني بصراحه مش عايز اصور بكواليتي وحشه او فورس ان كواليتي حلوه على تصوير وحش. فاهمني يعني. هحاول اظبط الدنيا. اول ما اظبطها هكلمكم. اول ما اظبطها هشير معاكم الحوار ده. شكرا. ما تنسوش تعملوا فولو على الانستجرام وتشترك في القناه، وسلام.